السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الستريبس بطريقة جميلة جدا، وهنحافظ عليه يفضل مقرمش من بره وطري من جوه وفي منتهى الجمال وبخلطة رائعة جدا وبطريقة سهلة وسريعة ومش هياخد معاكي وقت خالص. أحلى ستريبس بأحلى خلطة ممكن تتخيليها، والطعم حكاية. جربي معايا وهتعجبك جدا جدا الطريقة، ومش هياخد معاكي وقت أبدا أبدا ولا هيتعبك. لما بتكوني تعبانة أو مستعجلة وعايزة تعملي أكل سريع كده، وهنعمل جنبيه شوية بطاطس بقى في منتهى الروعة. مش هنعملها بزيت، هنعملها ببديل زيت صحي جدا جدا. وحتى الستريبس كمان هقليه برضو ببديل الزيت، هتلاقيه جميل معاكي قوي قوي وصحي وطعمه خطير، بيزيد الطعم بتاعه، يعني النكهة بتاعته بتبقى مختلفة. اولا بتبقى معانا الستريبس اصلا هو عبارة عن الشريحة البسيطة اللي بتبقى في الفراخ دي، لكن احنا هنخلي الصدر كله ستريبس باننا هنقطعه. احسن طريقة ان انت تقطعي عكس اتجاه البتاع ده، الانسجه بتاعت الفراخ، يعني الاتجاه كده بالطول، انت بتعملي بالعرض. ده ربع فرخه زي ما انت شايفه كده، وهنعمله تعملي نص، تعملي الكميه اللي انت عايزاها. عملته كله شرايح ستريبس زي ما انت شايفه كده. بعد كده هنعمل الخلطه بتاعته بقى. بيضايه وشويه ميه، يعني حوالي ربع كوبايه ميه، ما تكتريش. معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه كبيره من النشا، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. نحط البهارات بتاعتنا بقى، كركم وتوم باودر وبصل باودر، كزبرة، كمون، فلفل اسمر، بابريكا. بهارات بسيطة جدا، لو عايزة تحطي برضو البهارات السبعة، بس انا بفضل البهارات دي كده كفاية، بتدي طعم جميل جدا للستريبس. هقلب بقى الخليط ده عليها كلها كده. انتي وفرتي كتير كتير في الوصفة، اللي هي بضاية واحدة بس هتكفيكي كل اللي انتي هتعمليه، كل الكمية يعني. وهسيبهم مع بعض كده ياخدوا يتنقع فيها حوالي ساعة. بعد كده معايا بقى البقسماط. والبقسماط ديت عبارة عن ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عارفة الفينو الناشف ده؟ بطحنه مع شوية بقسماط، وبعدين حطيت نص كوباية من الدقيق ونص كوباية او ربع كوباية من النشا. وبعد كده بقى الكورن فليكس دوت او البتاع دوت من عند العطار. معرفش، هو له كذا اسم، كل واحد بيسميه باسم براحته. بس هو بيدي شكل حلو جدا للستريبس. وبعد كده بنحط بقى البهارات بتاعتنا، شوية ملح وفلفل، كمون لو عايزة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كركم، شوية كده من البهارات السبعة عشان الريحة والطعم. احلى خلطة ممكن تعمليها للستريبس، وهتديكي نتيجة عالية جدا جدا وقرمشة جميلة جدا. عشان ايديكي بقى ما تتبهدلش في الخلطة خالص، هتعملي بالطريقة اللي انا هعملها لك دي، هتريحك قوي قوي. بصي، بتاخدي بالشوكة وبتضغطي عليه كده كويس، وبعد كده ايديكي ما تتبهدلش ابدا ولا الخلطة نفسها تتبهدل. بدأت كمان استخدم معلقة علشان اطلع بيها واعمل بيها كده كده، تخلصي من اول واحدة لاخر واحدة، ولا ايدك تتبهدل ولا الخلطة تتبهدل. بعد كده حطينا بقى الستريبس في البديل الزيت ده، جميل جدا. هورولك دلوقتي قليت بيه البطاطس وطلعت خرافة. عشان بقى الستريبس بتاعك يطلع مقرمش وجميل، لازم تحطيه على شبكة اما يطلع، ما تحطوش ولا على ورق ولا على ورق مناديل ولا على اي حاجة. طلعيه تحطيه على شبكة على طول. النار كانت عالية، ولما يستوي بتهديها شويه، بس قبل ما تطلعي ترجعي تعليها تاني. ده اللي انا قليت فيه وعايزه اوريهولك. ده بديل الزيت اللي انا بعمله عندي في البيت، جميل جدا جدا جدا. بتحمري بيه، بتقلي بيه بطاطس، بتعملي بيه كل حاجه. ناخد كميه زي ما انت شايفه كده، وهحمر فيها البطاطس دلوقتي. بعد ما حمرت البطاطس حمرت الستريبس، او ممكن العكس عادي، بس انا عشان البطاطس تطلع نظيفه كده وشكلها حلو عملتها هي الاول. البطاطس طبعا بعد ما بتخرطيها بتغسليها كويس وبتحطيها في شوية خل علشان تبقى تطلع معاكي مقرمشة. انا عايزة اوريكي قد ايه النتيجة هتطلع جميلة جدا، كأنه زيت واحلى من الزيت كمان.
لو عايزه الطريقه بتاعه بديل الزيت ده اكتبي لي في التعليقات، وانا احط لك الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. مش بس عشان الزيت غالي دلوقتي وعشان السمن الصناعي غالي، لا كمان عشان صحتنا. البديل ده طبيعي جدا جدا، وريحته جميله جدا جدا، كأنك بتحمري فراخ يعني. ريحته حلوه قوي قوي، وطعمه حلو جدا في البطاطس، وهتشوفيه دلوقتي مش مؤثر في البطاطس خالص. اول ما بحطها كده بيكون الزيت سخن جدا، او البديل الزيت ده سخن جدا. بعد كده بهدي النار واسيبها بقى مع نفسها لحد لما تستوي. وبعد كده برجع اعلي النار تاني عشان اقلبها اليمه التانية. شايفه احلى من اللي معموله في زيت والله، وطلعت مقرمشه وجميله جدا، وطعمها خطير. ومهما تاكلي منها بقى ولا تتعبي ولا قولونك يتعب ولا اي حاجه، ولا تزود الكوليسترول ولا الكلام ده كله. انا عملت في طاسه كبيره علشان اعمله كلها مره واحده، علشان خاطر اولا الزيت ما ينحرقش. اولا هو ده ما بيتحرقش، الزيت ده طبيعي، او بديل الزيت ده طبيعي ما بينحرقش، بس عشان ما ياخدش لون. يعني اما تيجي تحطي ستريبس كذا مره بتاخد بياخد لون، يعني بتلاقي او اخر رصه بتطلع لونها غامق. فانا عايزه تطلع كلها زي بعضها، تبقى هي في حاجه كبيره واسعه، تعمليها مره واحده. كان نفسي اسمعك القرمشه بقى بتاعت البطاطس، جميلة جدا جدا جدا، وطعمها غير اللي الزيت خالص خالص. جربيها والله هتعجبك قوي. لو في محطوطة في حاجة ضيقة عميقة كانت هتطلع كلها كده، شايفة كلها كده مقرمشة. لكن انا عملتها في حاجة واسعة عشان الاستريبس اعمله مرة واحدة، ما اعملوش على كذا مرة عشان ما يطلعش غامق، يطلع كله باللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده. عايزة بقى يفضل مقرمش، تحطيه زي ما انت شايفة كده على الشبكة. وبألف هنا وشفا. وتقدري بقى تعملي سندوتشات، تعمليه بأي طريقة زي ما انت عايزة. انا بحبه كده مع بطاطس وبس. تحطي بقى معاه كاتشب، تحطي معاه طحينة، اي حاجة. اكلة سريعة وسهلة واقتصادية، وكمان مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. والطعم وبالطريقة دي ان شاء الله يعجبك قوي قوي قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ولو في اي حاجة عايزين تسألوا عليها اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله اعمل لكم. لو انتوا في حاجه معينه عايزين اعملها لكم اكتبوا لي برده في التعليقات. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله لسه بقى بكره بعد بكره رمضان. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.